زياش يتقدم، زياش يتقدم من جانب الفريقين. عبد الله السعيد على القائم الاول. هي بانتظار منتخب يخرج في هذا اللقاء، ومنتخب يتأهل. صلاح عرضية. واش عمركم تسألتوا كيفاش أن المنتخب المغربي تحول من منتخبات كيعاني النكسات وإقصاءات اللي عمر شي مغربي يقدر ينساها وأنا واحد منهم، لمنتخب كيهزل كبار العالم كإسبانيا والبرازيل والبرتغال. فواش هاد الشي هذا غير صدفة أو حظ كما كيقولوا الأعداء ديالنا، ولا أنه كاين واحد السر حقيقي وراء هاد التحول الجذري؟ فما تنساوش تتابعوا القصة كاملة من البداية للنهاية، وفي آخر الفيديو غادي نعطيكم السر الحقيقي اللي خلى المنتخب المغربي واللي من بين أفضل 10 منتخبات في العالم. يلا نبداو. ضربة حرة جانبية، 6 لاعبين مغاربة. جول رزاق لازال حضر كرة ممتازة. يلا جول، يلا جول، يلا جول، يلا جول، يلا جول، جول 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 جول. باش نفهموا هذا الانجاز خاصنا نرجعوا قليل للوراء. المنتخب المغربي كان ديما كيتوفر على مواهب كبيره، حكيم زياش، امرابط والعديد من اللاعبين، لكن للاسف النتائج دائما كانت مخيبه الامال، بالخصوصا كاس افريقيا عقده المغرب اللي حصلنا على لقبين سنه 1976 واللقب الاخير سنه 2025 مع السيناريو الذي تعرفونه. بقيت سنوات ونحن على نفس النهج، إقصاءات متتالية من كأس إفريقيا أو من كأس العالم سنة 2018. لكن جاء التحول، مونديال قطر سنة 2022. المغرب لم يكن أبدا من المرشحين حتى المرور إلى الدور الثاني، لأنه كان في مجموعة الموت: بلجيكا، كندا، كرواتيا والمغرب. فكل شيء قال أن المغرب سيغادر من الدور الأول. كانوا يستهزئون بالمنتخب المغربي أنه سيخرج بصفر نقطة وهو الأخير في الترتيب، لا العرب ولا الأجانب كلهم. في الحقيقة كنا نقول أنه مستحيل المرور ضدنا. بلجيكا فريق قوي جدا، أيضا كرواتيا وصيف كأس العالم اللي لعبنا في قطر، خصم قوي مثل كندا. لكن الصدمة في أول مباراة في كأس العالم ضد كرواتيا، المنتخب المغربي تعادل بنتيجة 0-0. جا الماتش اللي صدم المغاربة وصدم العالم، ماتش ديال بلجيكا ضد المغرب. المنتخب المغربي قدر أنه يفوز على بلجيكا المرعب بالمواهب ديالو ب2-0، بالهدف الأول من الصابيري والهدف الثاني من أبو خلال. من بعد ربحنا كندا وتصدرنا المجموعة في الصدمة للعالم، حتى شي واحد ما قدر يتيق، وبزاف ما كانوش باغيين هذا الانجاز هذا، وقالوا بانه حظ وان المنتخب المغربي سيخرج من الدور الاول ضد اقوى الفرق في العالم، اسبانيا. اسبانيا اللي منتخب مليء بالنجوم، فيه اعرق الانديه في العالم: ريال مدريد، برشلونه، اتلتيكو مدريد. وبقينا معاهم في المباراة ب0-0، وكل شيء عاقل على ذاك الفرص اللي ضيعنا ضد اسبانيا، اللي ضيعهم وليد شديرة. كنا غادي ننهيو المباراة بفوز في المباراة، لكن للاسف مشينا لضربة الجزاء، وهنا غادي يبان اكيد عرفتو العملاق ياسين بونو تصدى 3 ديال ضربات الجزاء ضد اسبانيا، وبهكا صنعنا التاريخ وتأهلنا ايضا ضد البرتغال. هنايا بزاف عاوتاني يخرجوا قالوا انه مجرد حظ، وان هذه المباراة المغرب سيقصى رسميا وبدون شك. العالم كامل كان كيتسنى تأهل كريستيانو رونالدو والبرتغال، لكن المنتخب المغربي كان عنده رأي آخر. قفزة أسطورية ليوسف النصيري سجل به الهدف الأول ضد البرتغال، صدمة في العالم، وكل شيء كان ينتظر أن البرتغال تعود في المباراة. لكن شخصية المنتخب المغربي قدر أنه يصمد أمام الهجوم الفتاك للبرتغال، وقدر أنه أيضا يحافظ على النتيجة، وقدر أنه يتأهل بين 4 الكبار في العالم. راه شيء لا يصدق، حتى شي واحد ما قدر يتقبل. الخصوم ديال المنتخب المغربي قالوا انه الحظ وانه اضعف نسخه في كاس العالم، لكن الحقيقه لا شيء ياتي بالصدفه، وهذا بشهاده العالم. فاسم المنتخب المغربي
أصبح عالميا. لكن للأسف انتهى الحلم ضد فرنسا. فرنسا يعني لم تقدم مباراة كبيرة، فقط خطأين تم تسجيل هدفين، وقدمنا مباراة ملحمية وظلمنا في ضربتين جزاء بشهادة العالم وبشهادة الحكام المختصين. كانت صدمة وحسرة كبيرة، وكل آمالنا كانت متعلقة لكأس إفريقيا التي ستقام في بلادنا المملكة المغربية الشريفة. أصبحنا أول منتخب عربي إفريقي يتأهل لدور نصف نهائي كأس العالم، وكان الحلم كل المغاربة تحقيق كأس إفريقيا وسط بلادنا وجماهيرنا، اللقب الذي غاب 50 سنة. وقدرنا أننا نحقق هذا الحلم سنة 2025 اللي دينا فيه كأس إفريقيا أمام السنغال. ولكن كاملين عارفين ذاك السيناريو ديال انسحاب السنغال في المباراة النهائية. لكن القانون صف المغرب، والقانون واضح: إذا انسحبت من المباراة فأنت منهزم 3-0. انتهى أيام إفريقيا اللعينة. حقك الآن يجب أن تأخذه بالقانون ولا يعطى. لو لم يرى الاتحاد الإفريقي أن المغرب انظلم، فمن المستحيل أن يفكر أن يسحب لقب من فريق ويعطيه لفريق آخر. فاللقب مغربي 100% سنة 2025. وكل المشككين لو بحثتم في تطبيق جوجل الآن وقلت له من الفائز بكأس إفريقيا سنة 2025 سيكتبون لك المغرب وبدون شك. دابا وصلنا للسؤال الأول اللي وقتكم في الفيديو غادي نجاوبوا عليه: شنو هو السر الحقيقي اللي خلى المنتخب المغربي يوصل لهذه العالمية؟ السر الحقيقي هو الثقة في الأطر الوطنية. كنا ديما كنجيبوا المدربين وكنخسروا عليهم الملايين، لكن للأسف النتيجة ما كتكون حتى شي حاجة، خاصة المدربين اللي فاتوا. ولو لا نظلم كثير هيرفي رونال لأنه حول المغرب منظومة جيدة، لكن عندما تقنا في الأطر ديالنا كوليد الركراكي الذي لن ينساه أي مغربي في الحقيقة نقولها، يعني الحقيقة تقال: وليد الركراكي من بين أفضل المدربين في المغرب بدون منازع. أيضا الآن كما كنشوفوا وهبي اللي حقق كأس العالم للشبان، وعموته أيضا سكيتيوي. يعني الثقة في الأطر الوطنية اللي جاي تلعب على القميص وليس على المال. وأيضا أكاديمية محمد السادس اللي أعطت مواهب كبيرة كياسين بونو، الزبيري والعديد والعديد من اللاعبين. يعني أكاديمية كانت ناجحة بشهادة العالم، ولات كتقارن مع أكاديميات برشلونة وريال مدريد. لهذا كنقولوا أن خصك تفرح بالمنتخب المغربي. من نكسات إلى القمة راه ماشي شي حاجة اللي سهلة أو كتجيب الصدفة كما كيقولوا حساد المغرب. أسود الأطلس كتبوا قصة غادي تبقى أجيال وأجيال كيعاودوها. لكن السؤال الأهم لهذه الحلقة: هل يستطيعون أسود الأطلس تحقيق لقب كأس العالم في أمريكا، أو على الأقل يديروا الإنجاز اللي داروا في قطر؟ اكتبوا لي الآراء ديالكم في التعليقات. محتوى هذه القناة هو ديني أولا، موعظة وقصص، ومن ثم كرة القدم. نتمنى أنه يكون عجبكم الفيديو. هذا أول فيديو لي على قناة اليوتيوب، فما تنسوش تعطوني الملاحظات اللي ما عجبتكمش في الفيديو باش نحاول نخدم عليها، ونتمنى أنني ما نكونش ثقلت عليكم. وشكرا.